زي ما قلت بالظبط، اسرائيل فعلا ضربت ايران النهارده، ونتنياهو طلع بنفسه وقال العمليه لسه ما خلصتش وهتفضل مكمله لحد ما التهديد يختفي. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. اول حاجه، لو ما شفتش الريبورت اللي فات انصحك تتفرج عليه عشان تفهم اكتر. النهارده اسرائيل قالت ان ما كانش قدامهم اختيار تاني، لان ايران كانت على بعد ايام من انها تبقى جاهزه تصنع 15 قنبله نوويه، وفعلا الطيارات الاسرائيليه قصفت مواقع نوويه وعسكريه في قلب ايران، لكن امريكا بلغتهم قبلها انها مش هتشارك، وترامب قال انه ما كانش يتمنى النهايه دي، بس واضح ان نتنياهو مصمم يكمل لوحده. وعلى الناحيه التانيه رد ايران لسه ما حصلش، بس الكل مستني اللحظه دي. واسرائيل اعلنت حاله طوارئ كامله، وطلعت بيان رسمي بيقول ان الايام اللي جايه معقده وخطيره، وان اي مواطن يسمع صفاره الانذار يدور على اي مكان يستخبى فيه فورا. اسرائيل بتقول انهم قتلوا عالم نووي ايراني كبير في الضربه دي، لكن ايران بتقول ان الضربه كانت على مناطق سكنيه وان في اطفال مات. في كل الاحوال اللي حصل بدا يبان تاثيره فورا. اسعار البترول ولعت، الاسواق العالميه نازله، وده خلى ترامب يدخل اجتماع طارئ، والدنيا شكلها داخله على ايام صعبه. والسؤال بقى، تفتكروا اسرائيل دخلت نفسها في حرب اكبر منها، ولا هم عارفين بيعملوا ايه؟